هقدم موسم جديد اسمه موسم قلب موجوع، بعنوان رحلة التعافي. وهنبدأ نكتب فيه رحلة التعافي رقم 1 أو رقم 2 لغاية لما نخلص الموسم الأول، لغاية لما نتعافى وبعدين ندخل على الموسم الجديد. في رحلة التعافي دي احنا هنتحول فيها من الوجع للطمأنينة. ده هدفي وهدفي اللي انا بقدمه في الرحلة ديت لكل بنت. هنبدأ مع بعض سوا. انا مش هقول مثلا ان انا كوتش ولا اخصائية اجتماعية ولا لايف كوتش. انا جاية معاكي اطبطب على قلبك زي اختك، صديقة، حد قريب منه انت بتحكي له، حد بتفتحي له قلبك وانتي مطمنة ان هو مش هيلومك ولا يجلدك. حد هياخد بايدك لغاية لما يوصلك لبر الامان. مش هتكلم معاكي كلام مألوف، ولا اقولك انسي، ولا اقولك انتي غلطانة، ولا اقولك مفروض ما كنتش تعملي كده. لا بالعكس، انا هتكلم معاكي بالطريقة اللي انتي حابة ان اي حد يتكلم فيها معاكي. هفضل معاكي لغاية لما فعلا اخليكي ان انتي فعلا تفوقي وتعدي كل مراحل الوجع. لاني والله مفيش وجع بيفضل. والله كمان اقسم لك بالله ان انت هيجي عليكي وقت وتقولي اللي انا كنت بعمله في نفسي ده كان ليه؟ انا ليه عملت في نفسي كده؟ انا ما استاهلش ان انا اعمل في نفسي كده. انا استاهل احسن من كده بكتير. في الرحلة ديت هيبقى اول موسم في رحلة التعافي. هنخرج فيها بأمر الله تعالى وانتي مجبورة، وانتي معدية أول مرحلة. ده هيبقى موسم جديد خالص تخشي فيها بقلبك المكسور الموجوع الحزين، لغاية لما تعدي المرحلة دي وتتعافي منها، وندخل على المرحلة اللي بعديها لغاية لما أخلي حياتك كلها تتحول بأمر الله تعالى من الضلمة والسواد اللي انت عايشة فيه للنور، لنور رب العالمين، نور السماوات. تخرجي من الحزن والكآبة والدموع للفرح وللسعادة. هخليكي ازاي تعرفي ازاي تجذبي انتي لنفسك الفرحة والسعادة. والله كل حاجة حواليكي ليها تردد وذبذبات. انتي لو هتفضلي كده تبصي حواليكي حزن، حزن هتشدي الحزن، سعادة وفرح هتشديها. وده جربيه لو انتي بتفتحي موبايلك مثلا وانتي بتفكري كده ان انا ابقى عروسة وفرح وفستاني، وهتلاقي الموبايل وانتي بتعملي سكرول جايلك الحاجات دي. تعالي بقى على العكس، لو انتي حزينة وكئيبة وطالعة من مرحلة فيها فراق وحزن هتلاقي بيجيلك حاجات كلها كده. لو واحدة كانت في علاقة وانفصلت مثلا، سواء كانت خطوبة أو أي علاقة عادية أو جواز وحصل انفصال، هتلاقي جايلها حاجات كتير قوي بتتكلم. يعني هي بتتكلم عن الحالة ديت. فوالله ربنا سبحانه وتعالى قال إن مع العسر يسر. يعني هما الاتنين ماشيين مع بعض، مفيش العسر لوحده واليسر لوحده. عارفة انت بيلف حواليكي العسر واليسر، انت عمالة تشدي اليسر فبيجذب لك تجارب نفس التجارب اللي عدت عليكي قبل كده. ليه؟ لان انت ما رمتيش القديم ونظفتيه وبقيتي بتخشي على الجديد. لا، احنا هننظف وهنفضي كل ده لغاية لما ندخل بقى في العمق جوه خالص، نفضيه خالص. هقولك مثلا احنا لو جبنا كوباية مثلا مش نظيفة، كنت شاربة فيها قهوتك مثلا هقولك زي دي كده مثلا. بصي مثلا لو جبنا القهوة كده زي ما انتي شاربة، انا مثلا هنا اجي كده مثلا ينفع ان انا استخدمها اشرب فيها تاني؟ يعني ينفع ان انا احط عليها فنجان تاني او استخدمها لاي مشروب، او ينفع اقدمها لاي حد تاني؟ استحالة.
استحالة انت تقبلي ان انا احط لك فيها فنجان قهوة تاني، او احط لك فيها عصير، احط لك اي حاجة كويسة. استحالة انت هتقبلي بحاجة زي كده. ده اللي بيحصل معاكي. انت من جوه كل التجارب اللي عدت عليكي كلها متراكمة جواكي، كلها عايشة جواكي. فبتيجي بقى انت ما بتنظفيش، بالعكس، ده انت بتيجي عندك تجربة جديدة، او بيفضل الألم موجود، وبتخشي من مرحلة لمرحلة، من مرحلة لمرحلة، وكله عمال يعبي يعبي، لغاية لما ساعات تيجي تقولي انا حاسة ان انا روحي واصلة لهنا. ده بسبب ان انتي ما نضفتيش جوه. عارفه الكوبايه دي عشان تفضى انت لازم تعملي ايه؟ انت لازم تفضلي فاتحه عليها الميه فتره كبيره جدا. يعني انا هبقى اعمل معاكم التجربه دي، لازم تفتحي عليها ميه ياما، او لازم انت تفضي وتغسلي وتنضفي، وتغسليها بالصابون وتنضفيها عشان تنضف. ما هو استحاله انا اروح يعني اكبها كده هي خلاص كده هتنضف. استحاله. ده اللي بيحصل معاكي. انا عايزه اخد بايدك، لاني والله العظيم عارفه يعني التجارب القاسيه اللي عدت عليا، حكاوي كتير وبنات كتير وعلاقات وناس كتير عندها عندها مشاكل وعندها ألم وعندها وجع. لا يعني عايزه اقول لك هما المفروض عشان يجوا يخرجوا من المرحله ديت، هما مش هيخرجوا بسهوله. هو مش زرار احنا هندوس عليه انت هتعدي بقى منه. انا كنت امبارح في علاقه وانفصلنا امبارح، فالنهارده بقى انا هبقى كويسه وابقى خلاص كده هنسى. استحاله. يعني انا مش معاكي في كده، ولا انا يعني انا مش هقولك اعملي كده. ناس كتير تيجي تقولك انسي، يومين وهيعدوا. لا، هما مش يومين، ومش يومين وهيعدوا، هو وقت وهيعدي، بس هيعدي. والله مش هيفضل، لان مفيش حاجة بتفضل لو انت عايزة. يعني شرط تبقي انت واخدة القرار جواكي وانت عايزة ده. لكن لو انت مش عايزة، يعني خلاص بقى هتفضلي عايشة في الحزن وفي الكآبة، وهتفضلي عايشة، يعني تفضلي عايشة كده على طول. يعني عايزة اقولك العلاقات، انا شايفة ان العلاقات والفراق والحب، العلاقات دي بتدمر اي حد مهما كان يعني الليفل المادي. يعني دايما الناس تقولك السعادة في الفلوس. احنا ممكن نلاقي ناس معاها فلوس وعايشة في مستوى معيشي عالي جدا، بس اي علاقة حب فاشلة او اي فراق ممكن يدمرهم، يخليهم متدمرين نفسيا، حتى مش عارفين يعني هم متوفر لهم السفر، متوفر لهم ان هم ممكن يخرجوا يروحوا في احسن اماكن، متوفر لهم حاجات كتير جدا، بس كل ده هم مش شايفين ولا حاسين بيه. هم شايفين الجانب الكئيب، جانب الحزن وجانب الدمار، هو ده بس اللي هم شايفينه. لكن لو هم هيحاولوا عشان يخرجوا من اللي هم فيه، وانت هتحاولي عشان ان انت تخرجي وتعدي المرحلة ديت، انت هتقدري بكل سهولة. انت عشان تخرجي وتعدي من مرحلة الوجع ومن مرحلة الحزن ايا كان، ما هي مش شرط علاقة، ممكن دي ريسك كان عندك جامد جدا، وعديتي من مراحل لمراحل لمراحل، انت يعني انت الموضوع بيأثر فيكي جامد. فالموضوع ده مع مشكلة من هنا، مع مشكلة من هنا، كل ده تراكم عليكي جوه وعمل لك وجع، وجع، وجع فوق وجع فوق وجع. تيجي تلاقي جهازك العصبي خلاص هو مش مستحمل، مع اقل حاجة تلاقي نفسك على طول انفعلتي، تعصب، وتيجي تقولي انا عصبية انا عصبية. انت مش عصبية، انت جهازك العصبي مش مستحمل، مش مستحمل منك، مش يعني عارفة مش مستحمل اي حاجة. خلاص انا مليانة على اخري، فضيني. ما هو استحالة مثلا انت جايبة فرش جديد، تمام، جايبة ستاير جديدة وجايبة سجاد وجايبة فرش، وعندك أوضة مش نظيفة ومليانة كراكيب ومليانة فرش قديم ومليانة تراب، وانتي هتيجي تحطي فيها الفرش الجديد، هتعملي ده ازاي؟ يعني انتي هتشوفيها ازاي؟ هتفرش؟ مش هتعرفي. يعني انتي مش هتعرفي تعملي ده. عشان تعملي ده لازم تنظفي الأوضة، لازم ترمي الحاجة القديمة، لازم تفضي مكان كل ده، تفضيه خالص عشان تبدأي تحطي الجديد. انت ليه مش بتتعاملي مع نفسك كالحياة؟ زي الحياة، زي ما بتهتمي ببيتك، بفرشتك، بتنظيف بيتك، اهتمي بنفسك، بجهازك العصبي.
جهازك العصبي ده مسؤول منك، نفسك دي مسؤولة منك. انت لما تقولي حقك عليا ما تزعليش، انا السبب، انا خليتك تتأثري. جهازك العصبي صدقيني تعبان، مهما ما بتاخدي في مهدئات وبتاخدي في ادوية، انت من جوه اي حاجة جواكي انت. انا لما اجي مثلا هنضف الكوباية دي، انا هنضفها من بره بس، واسيبها من جوه، هسيبها من جوه كده زي ما هي وهشرب فيها حاجه، ما هي من بره نظيفه، انا غسلتها ونضفتها. ده اللي انت بتعمليه. تجيبي كريمات، تجيبي ماسكارا، تجيبي روج، تجيبي وتنضفي وتعملي ماسكات، بس وشك تعبان واي حد بيشوفك تعبان. مع اي موقف جديد بتنفعلي ليه؟ عشان انت من جوه مليانه، انت من جوه متعب، مهما ما عملتي انت متدمره جوه. فساعديني وانا معاكي، والله انا ما ورايش حاجه غير ان انا عايزه حياتك تبقى سعيده، يعني كأم، كبنت، كرجل، اي حد، انا عايزاه حياتك تتحول تبقى سعيده، مش عايزاكي تبقي عايشه في ضلمه. الدنيا والحياه حلوه والله العظيم، احنا عايشين هنا ساعتين، ساعتين بس، ويوم عند ربك كألف سنة مما تعدون. العلم حسبها، لا احنا عايشين ساعتين. تخيلي انت عايشة ساعتين وعمالة تحزني كئيبة، شايفة الدنيا حواليكي كلها كآبة وحزن. والله أبدا، الدنيا كلها حواليكي. اتعلمي من مريم، خشي اقرأي سورة مريم وخشي اعرفي التفسير بتاعها. مريم كانت بتعبد ربنا، هي مش بتعمل حاجة غير ان هي بتعبد ربنا. اتخذت مكانا شرقيا، خدت مكان لوحدها، مش جاية بتصلي. يعني انت لما بتيجي تصلي مثلا، ليه الصلاة مش بتغيرك؟ يعني انت لما بتخشي تصلي، انا بخش اصلي واطلع كأني ما صليتش. بتصلي في الدوشة، دوشة ولادك، حد بيتكلم في التليفون وانت تقولي اصل انا هبقى مركزة في الصلاة. خدي مكان لوحدك، اقفلي على نفسك باب لوحدك، سيبي موبايلك بره الأوضة وانت داخلة تصلي، خشي لوحدك وانت بتصلي، اقفلي على نفسك باب وتعبتي. تخيلي وانت بتقرأي حرف حرف ان هو صوتك يبقى طالع، صوتك واصل للسماء، واصل من هنا طالع عامل ذبذبات، الحمد لله رب العالمين. صوتك طالع من عندك، طالع للسماء فوق. كل كلمة بتقوليها الله أكبر وانت بتقولي كده، استشعريها، استشعري وانت بتقولي الذين أنعمت عليهم. يعني أنا عايزة أبقى من الذين أنعمت عليهم. اقرأي سورة، اقرأي بخشوع، والله صدقيني هتلاقي نفسك وانت داخلة تصلي، انت مستنية الصلاة عشان تيجي عشان تخشي تصلي، هتلاقي نفسك بتصلي النوافل. ليه؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ أرحنا بها يا بلال. عارفة يعني ايه؟ يعني راحتك في الصلاة. الصلاة يعني مش صلاة، يعني هو مش فرض، اصل انا لو ما صليتوش ربنا هيعذبني، اصل اول علامات عذاب القبر هو لا. الصلاة يعني صلة، يعني انت بتوصلي نفسك بالخالق اللي خلقك، اللي خلقك في احسن تقويم، خلقك في احسن صورة. وربنا مش عايزك حزينة، ربنا مش عايزك كئيبة، وربنا مش عايز لك الوجع. ربنا بيغير علينا. يعني لما انت بتحبي حد تاني وبتبقي حياتك وسعادتك مرتبطة بيه، وان انت مش حياتك وسعادتك مرتبطة بالخالق سبحانه وتعالى، بيخليكي لو انت متعلقة بالشخص ده بيخليكي تتوجعي، بيخليكي ممكن تفرقوا بعض، او بيخلي يعني كأن في حاجة بتقرصك بتقولك فوقي، انا موجود وانا السبب في العلاقة ديت، وعشان العلاقة دي تفضل كلها ود ورحمة وسعادة، انا الله سبحانه وتعالى. قربي مني، اتعلقي بيا، وانا اخلي حياتك كلها نعيم وجنة. الجنة مش في الآخرة، الجنة مش في الآخرة، الجنة في الدنيا. الجنة هنا وفي جنان تانية في الآخرة. عايزة تعيشي في الجنة في الدنيا، ادعي ربنا، قربي من ربنا، اتعبدي زي مريم، ادخلي واقرأي سورة مريم، اقرأيها كل يوم، كل ما تقدري تفضي اقرأيها وشوفي هي كانت بتعمل ايه واعملي زيها. هيأتيك الرزق من حيث لا تحتسبين. هو الرزق مش بس كان أكل وشرب، لا، ممكن الرزق يجيلك فلوس، يجيلك
سعادة، تلاقي بيتك بقى فيه سكينة، تلاقي الديون كانت عليكي، تلاقي علاقة كانت فاشلة اتصلحت. هتلاقي كل ده بيحصل حواليكي وانتي مش عارفة ليه. انتي اخدتي مكانا شرقيا في العبادة، يعني انتي اخدتي مكان ليكي لوحدك قعدتي تتعبدي فيه مع الخالق سبحانه وتعالى. كل الحاجات دي تعافي لو انتي موجوعة خشي واقفلي على نفسك باب، اقعدي على سجادة الصلاة وعيطي، طلعي الشحنات السلبية اللي جواكي، خلي جهازك العصبي يرتاح. ارتاحي والله. ولا تمارين، ولا دكاترة علم نفس، ولا تنمية بشرية، ولا كورسات، ولا أي حاجة هتنفعك غير علاقتك بربنا سبحانه وتعالى. أول لما هتصلحيها كل حاجة هتتصلح. قربي من ربنا. لا زوج ولا أولاد ولا أهل، كل واحد هيجي يوم القيامة ويقول نفسي 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 نفسي. شوفي نفسك انتي، ملكيش دعوة بحد. صدقيني فوقي لنفسك، انتي تستاهلي تبقي مكرمة، تستاهلي تبقي معززة، تستاهلي تبقي عايشة سعيدة، عايشة حياة الرفاهية. صدقيني عارفة يعني الرزق هيجيلك بس انتي اسعي. مريم لما جت تولد ربنا ما خلاهاش قاعدة وقال لها ان الرطب هتنزل، لا هزي يعني لازم هي تعمل حاجة. فانت اعملي انت فوقي، انت بقى هزي جذع النخل، هزيها. انسي لو كنتي في علاقة، انسيه يعني، مش انسيه يعني هتدوسي على الزرار هتنسيه، لا. ابدأي خدي خطوات. حتى لو كنتي في علاقة وانفصلتي وفي أولاد وفي أي حاجة كانت ما بينكم تربطكم، الحياة مش واقفة عنده ولا هو محور الكون. بالعكس، مش ممكن ربنا شايلك سعادتك مع زوج آخر، مع حد آخر يعرف قيمتك، يعرف يقدرك، يعرف ان انتي جوهرة. بس يعني اللي كنتي معاه ما كانش عارف قيمتك فخلاص، او اللي كنتي معاه انتي كنتي متعلقة بيه وكنتي عندك غشاوة على عينك عن الخالق سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى قالك لا، انت عشان الحياة دي يبقى فيها المودة وفيها الرحمة وفيها الهدوء وفيها السكينة، صلحي علاقتك بيه. انت ما كنتيش، انت كنت مركزة. والله خلي بالك، الخيانة اللي بتحصل واللي جوزها بيخونها هي بتبقى السبب. عارفة ليه؟ لان انت لما بتيجي بتقولي ايه، تقعدي تجذبي بقى ان انت بتجذبي له حاجات ده هيخوني، ده هو قاعد كده مع التليفون لوحده يبقى هو اكيد بيخوني، ده هو في شغله ما كلمنيش النهارده يبقى هو اكيد هيخوني، ده هو هيخون. فانت بتعملي ايه؟ انت بتجذبي له اسباب الخيانه. طب بالعكس، انت ممكن بتجذبي له فرص قدامه وتبقى سهله ان هو يقدر يخونك، ان هو يقدر يتجوز عليكي، ان هو يقدر يسيبك لو انتم مخطوبين، ان هو يقدر يبقى مش شايفك اصلا، ان هو يقدر ان هو يوجعك، ما يقدرش يخليكي تعيشي في سعاده. ليه؟ لان انت عماله بتفكري وعماله بتجذبي له. انت تفكيرك ده انت السبب. اوعي تفكري ان هو عمل كده لوحده، والله ابدا. لان لما بنيجي نسال الراجل هو انت عملت كده ليه، يقولك انا مش عارف ليه، انا مش عارف ليه كنت بعمل كده، ومش عارف. انا كانت الفرص بتتفتح قدامي بكل سهولة عشان انتي السبب. زي ما الام بتفضل تقول لابنها انت فاشل انت فاشل، انت هتسقط، انت هو خلاص اقتنع ان هو فاشل وان هو مش هينجح لان انتي السبب. فوقي واستنيني، لان احنا هنبدأ مع بعض ايدي في ايدك، وان شاء الله هنعدي كل المراحل دي بامر الله. وفي النهاية انا ماشية على مهل بس مطمنة، وعايزاكي تتابعيني ريلز وحلقات هتتعالجي وهتتعافي بأمر الله تعالى من كل الوجع. والله العظيم ده كورسات دي تتقدم بره بفلوس، وانا بقدمها لوجه الله تعالى وبجعلها صدقة جارية في ميزان حسناتي بعد مماتي. واتمنى من كل واحدة ان هي تبقى عايشة في روقان وراحة بال وسعادة. والسلام عليكم ورحمة